طبعا بعيد زواجنا هذا فكرت أسوي لك مفاجأة بالهدية اللي جبتها لك. تريد تعرفها؟ لا، ما راح تعرف بالمفاجأة قبل، بس خلي أحكي لك أنا على مودك إيش سويت. أنا رحت الشركة مال حفلات وإيفنتات حتى يساعدوني بالمفاجأة، وهم اقترحوا لي أسوي هذا الفيديو أسجل صوت وأحكي بيه عنك. وهنا حارت ما أعرف شو أقول، بس خلي نبدي من البداية. هذا زواجنا، هذه أحلى أيام حياتي، من أنت نورت حياتي. هنا كنا بلا مشاكل وبلا هموم، وحتى ويا المشاكل والهموم شو أسوي؟ أحبك، والله أحبك، بس أنت صاير ما تصدقني. عبالك نسيتك، مدري حبيت غيرك. أنت تتلمح هواي على أساس أنا عندي علاقة بحسام. أنت شايف خشمه؟ هذا الخشم مال واحد ينحب. بشرفك متنمر، تعذرني يا أخويا حسام، بس شو أسوي؟ ما دا يصدقني. صار مدة حتى بعيوني ما يباوع، واني أحبه وما عندي غيره بالكون. ما أدري، يجوز مني، يجوز شايف لشوفة ثانية ودا يفرها علي. أنا ما عندي غيرك، هذه مشكلتي. إذا غاثتك فاعتذر، وإذا غلطانة سامحني، عاتبني، كل شي أقبل منك، بس لا تشك بي. أنا عبالك نسيتك؟ مو عبالك ما جبت هدية؟ حتى لو أنت مبطل ما تجيب هدية، أنا أجيب وعاذرتك. وأنا عارفك إيش قد ما الناس تشوفك كبير وشايب مثل ما أنت تقول، بس أنت جواك طفل بس يزعل. وعمي إحنا مسامحين. ها، تريد تعرف الهدية شنو؟ الهدية صار لها شهر ترى، بس أنا سرانية. أني حامل أكو أحلى من هاي الهدية. أحبك هواي، أحبك.